أكد الأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط الجزائري فريد غزالي أن مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا والنيجر والجزائر من شأنه تعزيز البنية التحتية للطاقة في القارة الإفريقية، واصفا إياه بالمشروع المهيكل لإفريقيا. غزالي أوضح أن هذا النوع من المنشآت من شأنه تعزيز الأمن الطاقوي في القارة وفتح مسارات جديدة لإمدادات الغاز الإفريقي نحو الأسواق الدولية. هذا النوع من المنشآت من شأنه تعزيز الأمن الطاقوي في القارة وتقوية مكانتها في الأسواق الدولية، وهي الطريقة التي تعتزم المنظمة الإفريقية لمنتجي النفط العمل بها بشكل أكبر من أجل اندماج الأسواق الطاقوية الإفريقية من خلال منشآت مترابطة وتنظيمات متوافقة ومعطيات سوق موثوقة وأطر تجارية شفافة، وقبل كل شيء إرادة سياسية مشتركة.